الحسين عليه السلام إلى مقام خاص حتى عند عالم الغيب، عالم الملائكة. ففي الروايات الحسين عليه السلام يعرف بين الملائكة بشفيع الملائكة. هذا انتم لحنا شنو هي؟ لزوم نبلغ الشيخ والسالفة. انا بعرف ملائكة جمع أقله 3، يعني مو ملك واحد، مو ملكين، 3 فصاعدا. الإمام الحسين عليه السلام ما شفع فقط لفطرس في القصة المعروفة، لا، اكو ملك آخر اسمه دردائيل. دردائيل ملك أعطاه الله 16,000 جناح. الرواية تقول ما بين الجناح والآخر بعد السماء والأرض. الله يرحمه. تعرف انه انت لساته والدي عم بيشتغل هلا بسوق النحاسين. ايه بعرف. وهلا عم يفصل طنجره قطرها 150 كيلو متر مربع. طنجرة قطرها 150 كيلو متر مربع. ايه وسنتيين. سنتيين؟ ايه وي. وشو بده يعمل بهالطنجرة؟ بده يطبخ السماء والأرض. يوم من الأيام دردائيل كان يفكر ما مقدار عظمة الله، وهل هناك عظمة بعد عظمته؟ فأراد الله أن يري دردائيل عظمته، فخلق له 32,000 جناح وأمره أن يطير بها قاصدا العرش، فطار وطار وطار وما استطاع أن يصل. 500 عام يطير ما وصل. لحالها. دخل لوحدي. افتكرت لحالها. لا لوحدي. افتكرت لحالها. لا مو معقولة، لوحدي رحت. قلت لي لوحدها. لا لحالي رحت. اصلا مو لحالها. لا لوحدي. ماشي حال، كمل اخي معناتها. ايه فطلعت جوا لوحدي ولحالي. ايوه وحدك ولا لحالها؟ لحالي. اصلا مو لوحدها. لا لوحدي. انت هلا قلت لي. قال له دردائيل أتريد أن تبحث عن عظمة أعظم من عظمتي؟ قطع أجنحته وألقاه عقابا له. لما أذن الله سبحانه وتعالى في ولادة المولى أبي عبد الله الحسين، وأمر الله سبحانه وتعالى جبرائيل في رعيل من الملائكة أن ينزلوا لتهنئة رسول الله صلى الله عليه وآله، مروا بدردائيل. قال له يا جبرائيل هل قامت القيامة على أهل آدم؟ قال لا، ولكن في هذا اليوم ولد مولود عظيم لرسول الله، ولد من ابنته سبط رسول الله انولد، وقد أمر الله بركة وفرحا وتيمنا وإجلالا لمولد الحسين، أمر مالك أن يخمد النيران، وأمر رضوان أن يزين الجنان، وأمر الملائكة بأن تقف مصطفة للتسبيح والتهليل والتكبير والتقديس، وأمرني وإسرافيل وميكائيل أن ننزل لتهنئة رسول الله في 1000 قنديل من الملائكة، والقنديل كل قنديل 1000 ملك. لزوم نبلغ الشيخ بالسالفة. فالتمس دردائيل من جبرائيل أن يأخذونه معهم حتى يطلب من رسول الله أن يشفع له عند الله. اجوا وصلوا عند رسول الله والحسين عليه السلام في مهده الشريف. يا رسول الله هذا ملك من الملائكة اسمه دردائيل، عاقبه الله بأن أزال أجنحته وألقاه في الأرض، طالب منك الشفاعة أن تشفع له عند الله حتى يرجع مع الملائكة في مصاف الملائكة. التفت النبي قال يا دردائيل أمرر بمواضع أجنحتك على مهد ولدي الحسين. فصار دردائيل يمرر بمواضع أجنحته على مهد الحسين، ورفع رسول الله يديه قال إلهي
أقسم عليك بالحسين بن علي إلا ما غفرت لدردائيل وأرجعته إلى مصاف الملائكة، فأرجع الله أجنحة دردائيل إليه وغفر له. ما لزوم نبلغ الشيخ بشار.